قطع الجبنه وشويه دقيق هنعمل بقى مع بعض العظمه اللي انتوا شايفينها دي. بجد القرص دي طعمها حلو جدا وريحتها كده بتقلب البيت. لايك بقى وشير واشتراك لهبه تي في. اول حاجه عندي هنا علبه من الجبنه ضفنا عليهم 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. عندنا كمان نص كوب من الزيت. هنقلب بقى الخليط ده مع شويه من الملح كده ونقلبه كويس جدا. بعد كده هنبدا ان احنا نضيف عليه كوب كامل من اللبن، او طبعا ممكن تحطي كوب من الزبادي او تستغني عن الاتنين مفيش اي مشكله. قلبنا الخليط كويس جدا وبعد كده ضفنا عليها معلقه من الخميره وهنقلبه مره تانية. هنا الدقيق بقى هنبدا ان احنا نحط نص كيلو من الدقيق، لكن هنحط كده يعني كوب. انا حطيت هنا 3 اكواب من الدقيق وهنبدا ان احنا نقلبه على بعض لحد ما نشوف هل كميه الدقيق محتاجه تاني او السائل اللي معايا محتاج من الدقيق قد ايه. قلبناه كويس جدا، واول ما احس ان العجينه بقت طريه معايا بدات ان انا احط كوب كامل، يبقى انا كده حطيت 4 اكواب من الدقيق. نفضل بقى ان احنا نقلب بقى العجينه اللي انتوا شايفينها دي، ولو حاسين ان هي طريه بدات ان انا احط النص كوب المتبقي، وكده النص كيلو دقيق خلص تماما. هنبدا نقلبها وهنديها كده رشه من الزيت على الوش لحد بس ما نخلي العجينه كده تتلم معايا، ونسيبها بقى ترتاح لمده لا تقل عن 20 دقيقه. انا مش محتاجه ان هي تختمر يعني اختمار كامل، لكن محتاجه ان هي بس ترتاح كده لان ساعه افردها تبقى سهل معايا في الفرد. هنبدا ان احنا ناخد العجينه بالشكل ده ونقسمها لاتنين وناخد كل نص منه. هنبدا ان احنا نفرده بالنشابه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا حجمه هنا هيبقى حوالي كده سنتي، انا مش محتاجه اكتر من كده. باي بقى قطاعه عندك بكوب زي ما انتوا شايفينه هنبدا ان احنا نقطعه كده زي القرص الطريه، لكن حجمها بيبقى صغير. قطعنا كل كميه العجين بنفس الطريقه، ونبدا ان احنا نفرد بقيه العجينه التانيه ونخلص كل كميه العجينه. هنا طبعا العجين اخد معايا هنا 3 صواني، يعني ما شاء الله قطع معايا كميه حلوه. بعد كده هنبدا ان احنا نديها رشه كده من اللبن على الوش وشويه من السمسم اي تزيين. انا عملت حبه من السمسم وعملت حبه بالجبنه الموزاريلا. حقيقي الطعم هنا خرافي جدا. دخلناها الفرن لدرجه حراره 180 في الرف الاوسط. هتاخد بالظبط 15 دقيقه، وبعد ال 15 دقيقه تبداي ان انت تسيبيها تبرد تماما وتقدميها بقى بالشكل ده. حقيقي تحفه جدا، طعمها حلو قوي، ما بتاخدش منك وقت كتير بقى. وطبعا باي قطعه من الجبنه تقدري ان انت تعمليها جنب كوب من الشاي ودفي بيتك بقى واولادك، وتقدري ان انت تعمليها كمان على الفطار. طعمها حلو جدا. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنساش تعملوا الهبه تي في لايك وشير واشتراك ليا، واشوفكم بقى في حلقه جديده. باي باي.